بسم الله الرحمن الرحيم، ونوصل لاخر جزئيه في موضوع النباتات الزهريه وهو تكوين البذور. هنعرف فيه يعني ايه بذره، ازاي بتتكون البذره، ايه هي مكونات البذره، وايه هي انواع البذور. ما هي البذره؟ البذره اللي بتلاقيها مثلا زي البذره اللي جوه المشمشايه ولا جوه المانجايه ولا حاجه، البذره دي هي بويضه مخصبه، اقصر تعريف ممكن تتخيله، بويضه مخصبه. لما تيجي تلاقي المبيض بتاع الزهره، وهتلاقي المبيض بيبقى فيه بويضه، والبويضه محاطه بغشائين يحيط بها احاطه كامله ما عدا ثقب صغير يسمى النقير، من خلاله هيتم اخصاب البويضه. والبويضه جواها دلوقتي كيس اسمه الكيس الجنيني. الكيس الجنيني ده يحتوي على 6 خلايا ونواتين، اللي هما كان فيه 8 حاجات. اول خليه فيها اللي هي خليه البيضه، ودي نون، كل محتويات الكيس الجنيني نون. وتلاقي جنبها خليتين مساعدتين، وفي 3 خلايا سمتيه في الناحيه اللي هي بعيده عن النقير، وفي النص هتلاقي نواتي الكيس الجنيني او نواتين قطبيتين. وهنا لما يكتمل هذا الكلام دي بنسميها بويضه ناضجه جاهزه ان هي تخصب. هتيجي حبوب اللقاح، ولو قلنا ان المبيض ده بيبقى فيه بويضه واحده، فاحنا محتاجين حبه لقاح واحده. طب لو كان فيه بويضتين زي دول محتاجين حبتين لقاح. هتيجي حبه اللقاح وتقع بقى على الميسم فوق اللي هو مش باين لحضرتك في الرسمه. يبدأ هنا بقى موضوع الإخصاب، وأول حاجة في دول تبدأ موضوع الإخصاب اللي هي الخلايا المساعدة. دي هتعمل إيه؟ قال لك بتنزل من حبة اللقاح هنا أنبوبة، الأنبوبة ده هتبدأ تمشي 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 كده في المبيض لغاية لما توصل للنقير. مين اللي بيشد هذه الأنبوبة؟ قال لك الخلايا المساعدة دي بتفرز مواد كيميائية. المواد الكيميائيه اللي هتفرزها الخلايا المساعده الزرقاء ده اهي بتبدا تنبه الانبوبه بتاعه اللقاح وتوجهها وتشدها وتقول لها تعالي هنا، ايوه خش بقى من هنا على البيضه ده اللي انت هتخصبيها. اذا معنى كده ان الخلايا المساعده وظيفتها توجيه انبوبه اللقاح للنقير ليتم اخصاب البويضه. ما هي وظيفه الخلايا المساعده؟ انها تساعد في عمليه الاخصاب بتوجيه انبوبه اللقاح. ويبدا دلوقتي تيجي الانبوبه وفيها نواتين ذكريتين، وخلصت خلاص. النواه الانبوبيه كانت اختفت، والنواه المولده انقسمت انقسام ميتوزي الى نواتين ذكريتين. دي محتويات حبه اللقاح. دلوقتي تقوم جايه نواه ذكريه وتخصب خليه البيضه النون. البيضة كانت نون والنواة ذكرية نون، لما تيجي تخصبها دي هتقلب 2 نون اللي هو الزيجوت يا دكتور. ويجي النواة الذكرية الثانية وتروح تخصب نواتي الكيس الجنين اللي هي النواتين القطبيتين عشان تكون نواة واحدة 3 نون اللي هي نواة الاندوسبيرم. نواة الاندوسبيرم ده هتبقى بداية تكوين الغذاء بتاع الجنين. كده احنا هنكون ده بداية تكوين الجنين وده بداية تكوين الغذاء بتاعه. وهنا يخلص دور الخلايا المساعدة، ونقول للخلايا المساعدة متشكرين فتختفي الخلايا المساعدة. اختفت ليه؟ خلاص ما عادلهاش دور، لان هي جابت الانبوبة بتاعة اللقاح ودخلتها جوه البويضة، واصبحت البويضة دلوقتي بدأت تكون بذرة وجواها البيبي والاكل بتاع البيبي. بس البيبي لسه خلية واحدة، واكل البيبي لسه اساسا ما ينفعش يبقى خلية، لسه نواة يا دكتور. هنا يبقى عندنا بذرة بعد الاخصاب المزدوج اللي حصل، والبذره تحتوي على هتلاقي فيها الزيجوت، وهتلاقي فيها نواه الاندوسبيرم وال3 خلايا السمتيه اللي كانوا هنا بس مش مرسومين هنا يا دكتور. هيبدا دلوقتي نجهز بقى كل ده، ولسه البذره موجوده جوه المبيض جوه الثمره على الشجره. هتيجي دلوقتي هتبدا تلاقي الزيجوت ده عايز يكبر يتحول الى جنين، زي ما انت كده بالظبط كنت خليه واحده اسمها الزيجوت وبعدين بدات تنقسم عشان تبقى جنين. بس انت كنت محتاج غذاء علشان تقعد تنقسم من خليه واحده يبقوا 2 يبقوا 4 يبقوا 8، وبتجيب الغذاء ده من الام. ولكن دلوقتي ده هيجيب من الام منين؟ فلذلك هو معاه غذاء، بس الغذاء لسه ما اكتملش، ده انا عندي لسه نواه. فقبل ما ده يكبر يا دكتور لازم ده يتكون نسيج يخزن فيه غذاء، لازم يبقى خلايا. فنواة الاندوسبيرم تحيط نفسها بشوية سيتوبلازم وغشاء بلازمي وتتحول إلى خلية اسمها خلية الاندوسبيرم. يبقى هي كانت الأول نواة اندوسبيرم ناتجة من الخطوة الثانية في الإخصاب المزدوج، دلوقتي تحولت نواة الاندوسبيرم إلى خلية اندوسبيرم، خلية واحدة 3 نون. ودي أول خلية 3 نون تاخدها في حياتك يا دكتور. احنا نعرف إن الخلايا نون أمشاج، إن الخلايا
2 نون زي الخلايا الجسدية، إنما خلية 3 نون ده الغذاء بتاع الجنين في النباتات الزهرية داخل البذرة. تبدأ الخلية دي تنقسم، طبعا هتنقسم انقسام ميتوزي عشان يبقوا خليتين، والاثنين يبقوا 4 والاربعة يبقوا 8 لغاية لما يبقى نسيج اسمه نسيج الاندوسبيرم، مجموعة من الخلايا عايزين بقى نحط جواها غذاء لهذا الجنين. هنا يبدأ بقى يظهر دور الخلايا السمتية تجهز الغذاء، والغذاء هنا كميات رهيبة من النشا هتصنعها الخلايا السمتية وتبدأ ترميها في نسيج الاندوسبيرم، ويصبح نسيج الاندوسبيرم غني جدا بالنشا يا دكتور اللي هيتغذى عليه الزيجوت عشان يبدأ ينقسم ويتطور إلى جنين، ويبدأ الجنين ده ينمو. وهنا يخلص دور الخلايا السمتية، إذا فتختفي بقى الخلايا السمتية. إذا ما هو دور الخلايا السمتية أو وظيفة الخلايا السمتية؟ هي مصدر للغذاء اللي هيخزن في نسيج الاندوسبيرم يا دكتور. هنا يبدأ يلاقي الزيجوت الغذاء بتاعه جاهز، فيبدأ الزيجوت ينقسم يبقى خليتين يبقى 4 إلى أن يتكون جنين، وكده تكتمل البذرة فيها البيبي اللي هو الجنين وفيها الأكل بتاع البيبي يا دكتور، ويصبح ده هي كده عبارة عن بذرة. طب والغشائين دول اللي بيحيطوا كانوا بالبويضة وهي داخل المبيض هيبقوا في البذرة لما دي تبقى بذرة يا دكتور، هيفضلوا غشائين برضو ولكن يتصلبوا وينشفوا أو يتحولوا إلى غلاف حوالين البذرة اسمه غلاف البذرة يا دكتور. بتلاقي أي بذرة كده زي بذرة الفول اللي لما بتاكل، عارف الفول المدمس البني ده، بتلاقي حواليه بذرة بني كده يا دكتور، قشرة بني كده اللي هي بتلاقيها ناشفة دي، ده نتيجة تصلب يرجع بيها كده الأغشية البيضية بتتحول إلى غلاف البذرة. يبقى أغشية بيضية بتبقى غلاف البذرة، الأغشية البيضية تتصلب فتتحول إلى غلاف البذرة، ويفضل غلاف البذرة ده يا دكتور برضو في فتحة صغيرة هنا اسمها النقير اللي انت شايفه هنا ده يا دكتور. ولكن النقير في البذرة ليه دور مختلف. وظيفة النقير في البذرة ان هيدخل منه المية لما يجي يحصل انبات لهذه البذرة. بعد ما تيجي تاكل الثمرة يا دكتور ولا تيجي تجيب البذور ده هي وتزرعها في الارض، فيبدأ المية تدخل وتروي بقى، يبدأ المية تدخل من خلال النقير اللي موجود في القصرة، النقير اللي موجود في القصرة اللي حوالين البذرة، ويبدأ المية دي تخش على الجنين تنبه الجنين وتصحصح الجنين، فيبدأ الجنين ينقسم يا دكتور وينمو وينبت ويبدأ يبقى نبتة جديدة ونبات جديد ويبقى فرد جديد يا دكتور. إذا لو أنا جيت أسألك فين بتلاقي النقير، هقول لك بلاقي النقير في حاجتين. قبل الإخصاب خالص بنلاقيه في البويضة، وبعد الإخصاب بنلاقيه في البذرة. بنلاقي النقير في البويضة فين؟ في الأغشية البيضية، هتلاقي نقير فتحة صغيرة في الأغشية البيضية، وبتلاقي النقير برضه فتحة صغيرة في غلاف البذرة. وظيفة النقير هنا غير وظيفته في البذرة. وظيفة النقير في البويضة من خلاله يتم الإخصاب، وظيفة النقير في البذرة من خلاله يدخل الماء لإنبات الجنين أو يساعد على إنبات الجنين يا دكتور. ولذلك ففي النهاية أنا عندي البذرة اللي هي ده هي كده يا دكتور. ما هي البذرة؟ هي عبارة عن بويضة وتم إخصابها، البويضة اللي كانت جوه المبيض وتم إخصابها يا دكتور. فبالتالي لما نيجي نقول ما هي البذرة، طبعا هنا النقير هنا وهنا أهو يا دكتور، فيجي يقول لك بقى خلاصة الكلام، البذرة هي بويضة ولكن تم إخصابها. البويضة لو لم تخصب خلاص مش هتتحول لبذور. طيب يعني دلوقتي كده انا عندي اهو ادي البذره هي بويضه مخصبه. ولذلك البذره دي عباره عن ايه؟ البذره دي يا دكتور حواليها حاجه، هي كانت انتفاخ اللي هو بنسميه البويضه، حواليها حاجه وجواها حاجه. ايه اللي يحيط بيها يا دكتور؟ غلافين، الاغلفه اللي هم بنسميهم غلاف البذره. اوعى تقول لي عليه اغشيه بيضيه. اغشيه بيضيه لما تيجي تكلمني عن بويضه، انما تقول لي غلاف البذره لا، كده حصل اخصاب وتكونت بذره فاسمها غلاف البذره. ويحتوي غلاف البذره على نقير، هذا النقير من خلاله هيدخل الميه لانبات الجنين او اثناء انبات هذه البذور. اما البذره فتحتوي على حاجتين، البيبي والاكل بتاعه يا دكتور. البيبي اللي هو الجنين، والاكل بتاعه اللي هو غذاء الجنين اللي هو بيكون اول ما يتكون هو نسيج الاندوسبيرم. وتيجي تشوف هنا ادي عندنا بذره كده، نقشر البذره كده، ده بنسميه يا دكتور غلاف البذره او بنسميه القصره. القصره هي غلاف البذره. شلنا القصره دي وهي الاغشيه البيضيه لما تصلبت، هنيجي نلاقي البذره اهي، وده الجنين اللي انت شايفه هنا. اما هنا هيتحط فيه بقى نسيج الاندوسبيرم اللي
اللي هو هيبقى الغذاء بتاع هذا الجنين يا دكتور. وادي البذره تاني اهي، وادي الاغشيه البيضيه تصلبت فبقت غلاف البذره. انا لما يجي لي منظر ده اقول لك ايه اللي انت شايفه؟ تقول لي ده غلاف بذره، اوعى تقول لي عليه اغشيه بيضيه، اصلها كانت اغشيه بيضيه وتصلبت بعد ما حصل اخصاب يا دكتور. وهنا يبدا يجي لك بقى شويه حسابات، وركز معايا قوي قوي يا دكتور لما يجي يقول لي ما عدد الانويه التي تشارك في تكوين اي بذره، لان احنا هناخد دلوقتي انواع البذور ايا ما كان انواع البذور، وانت مغمض عينك كم عدد الانويه التي تشارك في اي بذره. هتقول لي هي البذره عباره عن ايه ومكوناتها ايه؟ البذره هي هذا الانتفاخ وحواليه غلاف البذره. ايوه، ايه بقى اللي جوه البذره؟ قال لك اللي جوه البذره البيبي والاكل بتاعه، الجنين وغذاء الجنين اللي هو نسيج الاندوسبيرم ال3 نون. ولذلك يا دكتور هتيجي تلاقي الجنين 2 نون ونسيج الاندوسبيرم هنا 3 نون. فالبذره عباره عن جنين والاكل بتاعه. طب لما تيجي ترجعها بقى دول اتكونوا منين؟ قال لك يا دكتور لو رجعت بدي فهتلاقيها كانت بويضه، والبويضه دي يا دكتور لو تاخد بالك كانت فيها ال6 خلايا، بس بعد الاخصاب اختفى ال2 المساعده واختفى ال3 السمتيه، ويفضل عندي ال2 نواتي القطبيتين او نواتي الكيس الجنيني وخليه البيضه، وهتلاقي هنا في النواتين الذكريتين. هيبدا دلوقتي هتيجي نواه ذكريه عشان تخصب دي اللي هي البيضه، ونواه ذكريه ثانيه علشان تخصب نواتي الكيس الجنيني، علشان ده يبقى زيجوت فيبقى جنين. يبقى اذا ده اللي هيبقى جنين، ودول يا دكتور لما يجوا يندمجوا مع بعض هنا في الاخصاب المزدوج يقوم ال3 دول يبقوا نواه واحده اللي هي نواه الاندوسبيرم. نواه اندوسبيرم تبقى خليه اندوسبيرم، تبقى نسيج اندوسبيرم عده خلايا يا دكتور. ولذلك اللي شارك في تكوين البذره هو اللي شارك في تكوين ده وده، لان البذره هو عباره عن الاثنين دول. طب اللي شارك في تكوين الجنين نواتين اهم اللي هي نواه ذكريه ونواه خليه البيضه، واللي شارك في تكوين الاكل بتاع الجنين ال3 انويه دول. يبقى عدد الانويه اللي شاركت في تكوين البذره اللي هم دول ال3 انويه دول عملوا نسيج الاندوسبيرم، والنواتين دول عملوا الجنين يا دكتور. فهتلاقي عندك كام خليه؟ تقول لي ادي 1 2 3 4. طب ودي مش سوري كام نواه اقصد؟ 4. طب وهي دي مش نواه؟ لا طبعا نواه، يبقى كده يعتبر 5 انويه يا دكتور. يبقى انا عندي كده قاعده ومسلمات لما يجي يسالني عدد الانويه التي تشارك في تكوين اي بذره في الوجود، خلص الكلام. 5 من غير ما تفكر يا دكتور، لان البذره انا عايز جنين ونواه وعايز نسيج اندوسبيرم. الجنين هم نواتين ونسيج الاندوسبيرم اللي عملوا ال3 انويه دول. انا ماليش دعوه بقى ان ال3 انويه دول هيعملوا نواه واحده، وبعد كده النواه تتحول لخليه، والخليه تتحول لنسيج. انما الاصل انا كان عندي هنا 3 انويه يا دكتور. خلاص كده؟ طيب لما يجي يقول لك هنا ما هي يقول 5 انويه دول يا دكتور. طبعا في 3 انويه جايين من ناحيه الانثى اللي هي من ناحيه المبيض، في نواتين قطبيتين ونواه البيضه، وفي نواتين جايين من الناحيه المذكره اللي هي من حبه اللقاح يا دكتور. التوتال يبقوا 5 انويه. لما يقول لي عدد الانويه اللا خلويه التي تشارك في تكوين اي بذره، يعني ايه نواه خلويه ونواه لا خلويه؟ دي كده نواه لوحدها مش جوه خليه، فدي اسمها نواه لا خلويه ودي زيها. انما دي اسمها نواه خلويه، نواه جوه خليه، ودي نواه مش خلويه برضو. فلما يقول لي عدد الانويه اللا خلويه التي تشارك في تكوين اي بذره، ما انا اي بذره القاعده عندي بيشارك فيها ال5 دول 5 انويه. هو عايز عدد الانويه اللا خلويه، يبقى هطلع دي خالص يا دكتور اشطبها من الموضوع. اللا خلويه 2 ذكريتين ونواتي قطبيتين، يبقى او نواتين قطبيتين، يبقى انا عندي هنا 4 انويه يا دكتور اللي هما الاثنين اللي في البويضه نواتين قطبيتين ونواتين ذكريتين 4. طب يقول لك هنا يا دكتور عدد، يقول لك هنا ما عدد أنوية الكيس الجنين التي تشارك في تكوين أي بذرة، أو ما نحسبها أي بذرة داخل في تكوينها 5 أنوية. هو عايز عدد إيه؟ الأنوية. أي بذرة في تكوينها 5 أنوية، 3 من هنا و2 هم. أنت عايز عدد أنوية الكيس الجنيني اللي تشارك في تكوين أي بذرة، يبقى سيبك من دول. أنوية الكيس الجنيني ما حددش بقى خلوية ولا خلوية، هم 3 أنوية يا دكتور بس اللي تشارك في تكوين البذرة كاملة، يبقى هم 3 أنوية. عارف أنت لو قال لك عدد
الانويه اللي في الكيس الجنيني اللي بتشارك في تكوين الجنين، اقول له نواه واحده اللي هي نواه البيضه، ما اجيبش سيره دول، انما هو عايز اللي تشارك في تكوين البذره عامه. فكل المحتويات بتاعت ده عشان تبقى البذره كامله يا دكتور، يبقى انا عندي هنا 3 انويه. يقول لك ما عدد انويه او ما عدد الانويه التي تشارك في تكوين جنين اي بذره؟ انا عايز اللي بيشارك في تكوين البذره عامه ال5. طب اللي بيشارك في تكوين الجنين ده هي وده هي، هو عايز ايه؟ عدد انويه، انا مش شايف، عدد الانويه التي تشارك في تكوين الجنين بتاع اي بذره. يبقى النواه ده هي والنواه ده هي يا دكتور، دي اللي تشارك في تكوين الجنين، دي تخصب، دي تعمل الزيجوت والزيجوت يبقى جنين. يبقى انا عندي نواتين، نواه خلويه ونواه لا خلويه، صح كده؟ نواه من البيضه ونواه من حبه اللقاح، يبقى نواتين. يقول لك يا دكتورنا العزيز ما عدد انويه الكيس الجنيني؟ يبقى انا ادخل الكيس الجنيني، ماليش دعوه بالذكريتين، التي تشارك في تكوين جنين البذره. مين اللي في ال3 دول يشارك في تكوين جنين البذره؟ النواه دي بس يا دكتور، يبقى هي نواه واحده اللي هي نواه خليه البيضه. طيب نواه واحده. يقول لك ما عدد انويه حبه اللقاح؟ يبقى انا عايز دول بس ايه؟ التي تشارك في تكوين البذره. الاثنين دول يشاركوا في تكوين البذره، ان دي هتخصب هنا ودي تخصب هنا يا دكتور، فيعملوا البذره كامله. يبقى انا عندي هنا 3 نواتين يا دكتور، عدد انويه حبه اللقاح نواتين اللي بيشاركوا في تكوين البذره. عارف لو قال لك عدد انويه حبة اللقاح اللي تشارك في تكوين الجنين، اقول له نواه واحده اللي هي النواه الذكريه ده اهي، تضرب دي وبس. طب عدد انويه حبة اللقاح اللي تشارك في تكوين غذاء الجنين، يبقى نواه ذكريه واحده برضو يا دكتور. خلاص، عدد الانويه بتاعت حبة اللقاح، يبقى ماليش دعوه بهنا خالص، يبقى اركز انا على حبة اللقاح بس. خلي بالك من حاجه بقى مهمه قوي، لما يجي يقول لك دلوقتي انا عندي ثمره زي منجايه مثلا، الثمره ده هي عباره عن ايه او كان اصلها ايه؟ وده زي ما قلنا في تكوين الثمار، بس ركز معايا علشان انا محتاجها في شويه مسائل. هتقطع الثمره دي هتلاقي جواها بذره واحده، والبذره بيبقى جواها الجنين والاكل بتاعه. فلو خدت البذره وفتحتها هتلاقي جوه بذره المنجايه بتاعها بيضه كده، هنا باين انها بني يعني مش القضيه. فبتلاقي البذره بيبقى جواها جنين، والاكل بتاع الجنين اللي هو كان في البدايه نسيج اندوسبيرم. لما نيجي نرجع القصه دي لاصلها، البنجايه نفسها كانت عباره عن مبيض، والمبيض ده كان جواه كام بويضه؟ هي بويضه واحده. ليه؟ لان انا لقيت ان الثمره بقى جواها بذره واحده، فبالتالي المبيض ده كان جواه بويضه واحده وجواها بيضه، يبقى مبيض بويضه بيضه، مبيض بويضه بيضه. المبيض بعد عمليه التلقيح وليس الاخصاب، انا ماليش دعوه بالاخصاب، يوم المبيض يتحول الى ثمره. يعني معنى كده تكوين الثمار مش محتاج اخصاب، محتاج بس ان حبه اللقاح تنزل على المياس، خلص كده المبيض. خش بقى على البويضه، البويضه لما تخصب تتحول الى بذره يا دكتور. طيب وبعد كده لما حصل اخصاب، البيضه اللي جوه دي تحولت الى ايه؟ الجنين اللي موجود جوه البذره يا فندم. خلاص كده، يبقى انا كده فهمت المنجايه عباره عن ايه. المنجايه نفسها كانت المبيض، البذره بتاعت المنجايه كانت البويضه كامله اللي جوه المبيض، اما الجنين اللي جوه البذره كان عباره عن خليه البيضه. لما نيجي نشوف مثلا عنبايه زي ده اهي، هنلاقي العنبايه دي كام ثمره؟ هي ثمره واحده، جواها كام بذره؟ جواها بذرتين. وخلي بالك كل بذره جواها جنين، لان انا بعتبر البذره هي الجنين، بس الفكره ايه؟ ان البذره هي الجنين بالاكل بتاعه، فبنعمل حاجه اسمها بذره عشان تساعد الاثنين، انما البذره ما هي الا الجنين ومع اكله يعني. فلما تيجي نشوف العنبايه دي، هي كانت عباره عن مبيض واحد. طيب جواه كام بويضه؟ لما عايز تعرف عدد البويضات عدي لي عدد البذور اللي في الثمره، في بذرتين يبقى كان في جواه بويضتين، وكل بويضه بيبقى فيها بيضه واحده بس، صح كده يا دكتور؟ تقوم المبيض بعد من غير ما يحصل عملية اخصاب، لا المبيض بس لما يحصل تلقيح يتحول الى ثمرة. عارف انت لو البيضات ما خصبتش، يعني جت حبة اللقاح وقفت فوق وما نزلتش حبوب اللقاح وفضلت واقفة فوق على المياسم، خلاص هيعمل ثمرة بس ما فيش بذور. ليه؟ لان مش هيبقى فيه اخصاب. وهنا يبقى ده عنب من غير بذور اللي هو العنب البناتي. ليه؟ لان فضلت الزهرة بنوتة لم تخصب يا دكتور، ففضلت بنوتة، ما هي لما تخصب يعني اتجوزت، خلاص كده يبقى ده كده عشان كده قالوا عليه عنب بناتي، لان الزهرة فضلت بنوته ما اتجوزتش او لم تخصب. القصد يعني هيبدا البويضه تتحول الى كل بويضه من دول بعد الاخصاب تتحول الى بذره، فالبويضات يتحولوا الى بويضتين يبقى بذرتين، وكل بذره جواها جنين. فالبيضه ده هي والبيضه ده هي بعد الاخصاب دي بقت زيجوت وزيجوت، والزيجوت ده يتحول لجنين وجنين، فبقى عندي جنين في البذره دي وجنين في البذره دي يا دكتور. طب لما تيجي مثلا تشوف البسلايه مثلا، هي او قرن البسله ده عباره عن ايه؟ قرن البسله نفسه هي
ثمره واحده، ولما تيجي تشوفوا كان في كام بذره، لو عديت دول هتلاقيهم 8 بذور. فدي قصتها ان هنا كان عندي مبيض يا دكتور واحد، يبقى المبيض الواحد تحول الى قرن البسله كامل، وكان جوه فيه هنا 8 بويضات، بحيث ان كل بويضه بعد الاخصاب هتبقى بذره، وكل بويضه جواها البيضه بتاعتها. فبالتالي لما يجي يتم عمليه الاخصاب بقى، تلقيح واخصاب، يقوم المبيض ينتفخ ويتحول الى ثمره، البسله نفسها، القرن ده الاخضر. ولكن مفيش غذاء هيتخزن هنا في الثمره. بالنسبه للبسله والفول الاخضر اللي هو بنقول عليه الفول الحراتي، الغذاء بيتخزن جوه البذور، لان احنا ممكن ناكل الثمار، وده زي المانجا، المشمش، الخوخ، وممكن ناكل البذور زي الرمان، زي الفول الاخضر، زي البسله. فعلى حسب اللي هيتاكل ايه يا دكتور هيتم توجيه الغذاء يخزن فين. ففي المانجا يخزن في المبيض نفسه عشان يتحول لثمره ناكلها، بينما في الفول او في البسله يقوم يتخزن جوه البذر، لان احنا بناكل البذر. والرمان كده برضه، ولذلك هي الرمانه كلها ثمره، بس احنا بناكل البذر. الغذاء النبات بدأ يوجه الغذاء ده يتخزن جوه البذور. القصد يعني كان في 8 بويضات خصبوا، هيبقى ال8 بويضات دول 8 بذور، وبعد كده كل بويضه جواها بيضه هتخصب، يبقى البيضه ده هي هتبقى جنين جوه البذره. فهتيجي تلاقي 8 بذور يا دكتور، هتلاقي كل بذره وجواها الجنين بتاعها، الجنين هنا وجنين هنا وجنين هنا وجنين، وهكذا يا دكتور. خلاص. ففي النهايه هتلاقي عدد الاجنه بيساوي عدد البذور، صح كده؟ وعدد البذور هو عدد البويضات، وعدد الثمار هو عدد المبايض، صح كده يا دكتور؟ تيجي مثلا تلاقي رمانه، طب الرمانه دلوقتي فيها بذر كتير. الرمانه نفسها كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن مبيض واحد، وجواه كام بقى بويضه؟ احسب بقى في الرسمه اللي مديها لك في السؤال عدد البذور، بس هنا عدد البذور مئات، فمش هنرسم مئات يا دكتور، كتير كتير يعني، بويضات كتير. وكل بويضه من دول جواها الخليه البيضيه او البيضه، يعني خليه البيضه. بعد أن يتم عملية التلقيح والإخصاب، المبيض الواحد ده يتحول إلى ثمرة واحدة اللي هي الرمانة، والبويضات ال100 بويضة اللي جوه دول يتحولوا إلى 100 بذرة يا دكتور. وكل بذرة من بذر الرمان كانت بذرة جواها بيضة خصبت فبقت جنين. الجنين ده اللي هو لما تيجي تشوف البذرة بتاعت الرمان بتبقى كده، بتلاقي حاجة لونها أبيض من جوه كده، الحاجة اللي لونها أبيض دي اللي هو هيبقى الجنين يا دكتور اللي جوه هنا. خلاص كده؟ طيب، فالبيض ده هيتحول الى زيجوت، والزيجوت هيبقى جنين. طيب انا لما يجي يقول لي هنا عدد المبايض اللي شاركت في تكوين هذه الثمره دي هي ثمره واحده يا دكتور، يبقى مبيض واحد على طول، ما فيهوش نقاش. يبقى عدد المبايض اللي شاركت في تكوين هذه الثمره هو مبيض واحد. طيب يقول لك هنا طب مبيض واحد طبعا. طيب عدد البويضات اللي شاركت في تكوين الثمره، عدد البويضات، تحسب عدد البويضات منين؟ من عدد البذور، لان البويضه بتبقى بذره. فبالتالي لما تلاقي بذره يبقى انا كان عندي مبيض واحد بس، الرمادي ده هو اللي بقى المنجايه، وبويضه واحده بس هي اللي بقت البذره دي يا دكتور، صح كده يا دكتور؟ بحيث ان دي هتخصب بنواه ذكريه، هتبقى الجنين اللي جوه البذره دي، ودول يخصبوا عشان يبقوا اكل الجنين اللي جوه. خلاص ماشي كده الكلام؟ يبقى اذا هنا عدد البويضات كانت بويضه واحده اللي خصبت. طب لما يجي يقول لي هنا عدد حبوب اللقاح اللي شاركت في تكوين الثمره ده هي يا دكتور يقصد بيها الثمره بالبذره نفسها، بالبذره اللي معاها دي. كام حبه لقاح؟ هو انا كان عندي بويضه واحده فبقت بذره واحده، البويضه الواحده محتاجه حبه لقاح واحده، فعدد حبوب اللقاح واحد. لما يقول لك عدد الانويه التي شاركت في تكوين الثمره، عدد الانواع اللي شارك في تكوين الثمره نفسها، هو سؤال خبيث شويه. لو يقصد الثمره نفسها فما فيش ولا بويضه، ما فيش ولا نواه اشتركت في تكوين الثمره، لان الثمره نفسها هي المبيض يا دكتور. فبالتالي لو انا عندي دلوقتي مثلا حبه لقاح وقعت فوق فهتعمل ثمره كده، لا حصل اخصاب ولا اشترك انويه ولا اي حاجه. فاللي يشارك في تكوين الثمار نفسها ولا نواه، انما اللي يشارك في تكوين البذور انويه يا دكتور. فلما يجي مثلا يقول لك هنا عدد الانواع اللي شاركت في تكوين البذره بتاعت هذه الثمره، او ما انا اقول لك اي بذره يا دكتور شارك في تكوينها كام؟ انا ولا اتفقنا وانا مغمض كده عدد الانواع اللي في البذره كامله يبقوا 5. فين ال5 دول؟ ان البويضه ده هي كان جواها في 3 انويه هنا طبعا يا دكتور، وهنا اهو، يبقى النواتين الذكريتين دي هتخصب دي ودي تخصب، الاثنين دول يبقوا 5 انويه اللي شاركوا في تكوين البذره كامله. طب عدد الانويه الذكريه التي شاركت في تكوين البذره اللي هي هتبقى ده كله. طب عدد الانويه الذكريه اللي هم النواتين دول يا دكتور، يبقى نواتين ذكريتين.
طيب يقول لك عدد الانويه التي شاركت في تكوين جنين بذره الثمره. الجنين بتاعها هو انا عندي بذره واحده اللي هي كانت بيضه واحده. طب عدد الانويه اللي شاركت في تكوين الجنين، ما هو الجنين اللي هي ده مع ده هي يا دكتور، صح كده؟ يبقى عدد الانويه اللي شاركت في تكوين الجنين نواتين اللي هي نواه ذكريه مع نواه البيضه. طب عدد الانويه اللا خلويه دي مش كده؟ اللا خلويه التي شاركت في تكوين بذره الثمره. اللي شارك في تكوين البذره الخمس انويه دول. طيب اللي شارك في تكوين الجنين النواه دي والنواه دي نواه لا خلويه ودي نواه خلويه. هو عايز ايه بقى؟ عدد الانويه اللا خلويه، يبقى نواه واحده بس يا دكتور اللي هي نواه ذكريه. طيب يقول لك هنا عدد الانويه الخلويه اللي شاركت في تكوين الجنين، عدد الانويه اللي شارك في تكوين الجنين النواتين دول. طب الانويه الخلويه، النواه الخلويه اللي هي نواه البيضه، يبقى نواه واحده بس ويقصد بيها نواه البيضه. خلي بالك دي محتاجه لا ظبط الدماغ قوي 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 وانت بتقرا الاسئله بتاعه البذور والحسابات بتاعتها. طب عدد الانويه الذكريه، يبقى انا عيني على دول التي شاركت في تكوين جنين البذره. اللي يشارك في تكوين الجنين كامل هو قال انويه ذكريه، يبقى نواه ذكريه واحده بس يا دكتور. عدد الانويه اللي شاركت في تكوين الجنين نواتين، انما عدد الانويه الذكريه اللي شاركت في تكوين الجنين واحده بس اللي هي نواه ذكريه. طب عدد الانويه اللي في الكيس الجنيني اللي شاركت في تكوين الجنين نواه واحده بس اللي هي نواه البيضه وهي نواه خلويه. يقول لك طب عدد انويه الكيس الجنيني يبقى واحده من الثلاثه دول، يا الثلاثه يا واحده يا اثنين يا ثلاثه اللي شاركت في تكوين ايه؟ البذره. ما هو البذره يا دكتور يعني كل ده يبقى فيه 3 انويه يا دكتور، لان انا عندي بويضه واحده يا دكتور يبقى فيه 3 انويه من الكيس الجنيني. يقول لك هنا طب دي مثلا ثمره ثانيه جواها بذرتين، لما نيجي نرجع القصه يبقى اذا هي كانت مبيض واحد وجواه بويضتين. البويضتين كل واحد جواها البيضه بتاعتها، وبدات كل المبيض تحول الى هذه الثمره، والبويضه تحولت بويضتين بعد الاخصاب تحولوا الى بذرتين، والبيضتين اللي جوه تحولوا الى جنينين، جنين في كل بذره. حساباتها بقى لما يجي يقول لك عدد المبايض اللي شاركت في تكوين هذه الثمره، مش هي ثمره واحده يا دكتور، يبقى هو مبيض واحد اللي شارك في تكوين هذه الثمره، يبقى هو مبيض واحد. طب لما يقول لك هنا عدد البويضات اللي شاركت في تكوين الثمره، البويضات اللي شاركت في تكوين الثمره لو هو على حسب الرسمه دي وانا عندي ثمره وجواها بذرتين، يبقى انا عندي دلوقتي عندي بويضتين، يبقى في 2 بويضه شاركوا في تكوين الثمره بالبذور اللي فيها دي يا دكتور. طيب لما يقول لك هنا عدد حبوب اللقاح اللي شاركت في تكوين الثمره، انا بشوف الاند ريزلت او النتيجه النهائيه ان انا عندي ثمره فيها بذرتين، فبالتالي انا عندي هنا بويضتين. اصل خلي بالك المبيض ده كان ممكن يبقى فيه 4 بويضات خلاص، واخص ب2 بس، نزلت حبتين لقاح فخصبوا 2، والاثنين اللي لم يخصبوا خلاص هيتكلوا على الله يتحللوا، والاثنين اللي خصبوا هيبقوا بذرتين. يعني ليس دليل ان انا الاقي بذرتين هنا ان المبيض كان فيه بويضتين بس، كان ممكن يبقى فيه 4 بويضات، بس وجود بذرتين يعني اللي تم اخصابه بويضتين. خلي بالك من النقطه دي مهمه قوي يعني. فالمهم يعني عدد حبوب اللقاح اللي شاركت في تكوين دي، حبه لقاح خصبت دي وحبه لقاح خصبت دي، ففي حبه لقاح عملت انبوبه لقاح دخلت هنا بقى عشان تخصب، وفي حبه لقاح تانية جنبها فوق الميسم نزلت انبوبه اللقاح يبقى انا عندي حبتين لقاح يا دكتور هم اللي شاركوا في تكوين هذه الثمره، حبتين لقاح بعدد البذور خلاص، لان كل بويضه يخصبها حبه لقاح واحده. طب لما يقول لك عدد الانويه اللي شاركت في تكوين كل بذره، اي بذره يا دكتور دي هتبقى بذره ودي هتبقى بذره، عدد الانويه اللي شاركت في تكوين هذه البذره يعني بقى في اخصاب دي وبالتالي يكون بذره فيها جنين وفيها اكله 1 2 3 4 5، ما هي دي في تكوين كل بذره 5. ده بيقول لك بص السؤال، عدد الانويه اللي شاركت في تكوين كل بذره، يعني في البذره دي والبذره دي والبذره دي في كل بذره شارك 5 يا دكتور. انما لو قال لي بقى عدد الانويه اللي شاركت في تكوين البذور بقى بتاعت الثمره دي، انا راسم لي دي في السؤال وبيقول لي شاركت في تكوين البذور، طب ما دي شارك في تكوينها 5 ودي شارك في تكوينها 5، فعدد الانواع اللي شاركت في تكوين البذور بتاعت الثمره اللي انا جايبها لك في السؤال يبقوا 10 يا دكتور، 5 في البذره دي و5 في البذره دي. خلاص هي قاعده وحطها في دماغك، عدد الانويه اللي بتشارك في تكوين اي بذره في الوجود 5 يا دكتور. شوف بقى عندك كام بذره واحسب، يعني مثلا يقول لك رمانه وفيها 100 100 بذره، طالما بقى بذور يبقى بويضات وخصبت، وكل بويضه تخصب عشان تبقى بذره يشارك في اخصابها 5
انويه يا دكتور، ف5 في 100 يبقى 500. المهم يعني، طب ما عدد الانويه اللي شاركت في تكوين الاجنه في الثمره؟ هو الثمره دي فيها كام جنين؟ مش في بذرتين يا فندم؟ يبقى في جنينين. طيب في جنين جاي من النواه الذكريه دي مع نواه البيضه، ده جنين، ماليش دعوه بدول بقى، الجنين ده هي مع ده هي، والنواه ذكريه مع دي، يبقى نواه ذكريه مع نواه البيضه ادي 2، ونواه ذكريه مع نواه البيضه ادي 2، يبقى انا عندي هنا 4 انويه شاركوا في تكوين الاجنه بتاعه الثمره دي. لما يجي يقول لك كم عدد الاجنه في الثمره دي؟ جنينين، هو بنفس عدد البذور، صح كده يا دكتور؟ خلي بالك هنا بنتكلم ثمره بذره جنين، انما هنا نتكلم مبيض بويضات بيض، صح كده؟ طيب يقول لك هنا طب كم عدد الانويه الذكريه اللي شاركت في تكوين الاجنه في الثمره؟ عدد الانويه الذكريه اللي شاركت في تكوين الاجنه، بص دي هتضرب دي كده عشان تعمل اول جنين اهو، ودي تضرب ده كده عشان تعمل تاني جنين. فلما يقول لك عدد الانويه الذكريه، يبقى في نواه ذكريه اهي، وادي نواه ذكريه ثانيه اهي يا دكتور، يبقى 2 نواه ذكريه. طب يقول لك هنا عدد انويه الكيس الجنيني، يبقى جوه الكيس الجنيني هو فيه 3 انويه، والكيس الجنيني الثاني فيه 3 انويه، انت عايز ايه بقى؟ عدد انويه الكيس الجنيني اللي شاركت في تكوين الاجنه اللي في الثمره. طيب هو انويه الكيس الجنيني اللي شاركت في تكوين الاجنه كام؟ هي نواه واحده اللي هي نواه البيضه، دي النواه اللي جوه الكيس الجنيني اللي شاركت في تكوين الجنين، فنواه واحده. طب انت عندك كام جنين؟ انا عندي جنينين، لان عندك بذرتين، فبالتالي عدد انويه الاكياس الكيس الجنين اللي شاركت في تكوين الاجنه ادي نواه وادي نواه، صح كده يا دكتور؟ يبقوا 2. طب عدد هنا تلاقي مثلا الوضع يختلف، انا عندي بسلايه هي كده يا دكتور مثلا، لما نرجع البسلايه دي لاصلها، فكانت البسلايه دي عباره عن ايه؟ هي ثمره واحده اهي زي ما احنا متفقين، جواها 8 بذور، فجواها 8 بويضات، وكل بويضه جواها البيضه بتاعتها. المبيض نفسه تحول الى الثمره نفسها اللي هي قرن البسله الفاضي ده، وال8 بويضات بعد الاخصاب تحولوا الى 8 بذور، والبيض اللي جوه بقى كل بذره من دول جواها جنين والاكل بتاعه، فبالتالي 8 بذور ب8 اجنه ب8 بويضات ب8 بيضات، ماشي كده يا دكتور؟ حلو الكلام. عايز ايه بقى؟ لما يجي ويقول لك يوضح الشكل المقابل ثمره، ماشي دي ثمره واحده بها ما عدد المبايض المشاركه في تكوين الثمره الموضحه، هي كام ثمره دي؟ هي ثمره واحده، يبقى بالتالي مبيض واحد يا دكتور، هو المبيض ده هو كده، وكان جواه بويضه الثانيه وزي دي كده الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه في 8، فهو مبيض واحد بس يا دكتور يشارك في تكوين الثمره، مبيض واحد، فبالتالي اختار هنا 1 في 1 يساوي 1 يا دكتور. طيب لما يقول لك هنا يا دكتور يوضح الشكل ثمره مع عدد البويضات المشاركه في تكوين الثمره، تقوم تحسب هنا الثمره دي فيها كام؟ في 8 بذور يا دكتور، يبقى اصلهم 8 بويضات، يبقى عدد البويضات اللي شاركوا هنا 8. ليه؟ لان اللي بيشارك في تكوين البذره الواحده بويضه واحده، طب لما يكون عندك 8 بذور يبقى هيكون عندك 8 بويضات يا دكتور، 8 بويضات. يقول لك هنا يوضح الشكل ثمره مع عدد الاجنه في الثمره، ما هو كل بذره يا دكتور جواها جنين واحد بالاكل بتاعه، كام بذره موجودين؟ 8، يبقى انا كام جنين؟ 8 اجنه يا دكتور ب8 بويضات ب8 بيضات، يبقوا 8 خلاص، يوجد في كل بذره جنين واحد، فعدد الاجنه هو نفس عدد البذور عندك يساوي 8. يقول لك عدد الانويه المشاركه في تكوين الاجنه في بذور الثمره. حلو، عدد الانويه المشاركه في تكوين الاجنه في بذور الثمره. خلي بالك كل بذره دي بذره واحده اهي ببويضه واحده، خلاص تعالى نحسب بويضه واحده ونضرب في 8. طيب احسبها هنا، عدد الانويه اللي شاركت في تكوين الاجنه، عدد الانويه اللي شاركت في تكوين اول جنين جوه اول بذره، طيب هتلاقي نواه ذكريه ونواه البيضه، يبقى في هنا نواتين يا دكتور شاركوا في تكوين اول جنين ده في البذره دي. طب والجنين اللي هنا نواتين برضه، واللي هنا نواتين، واللي هنا نواتين، واللي هنا نواتين، بيبقى 2 في 8 يساوي 16، لان بيشارك في تكوين الجنين الواحد نواتين، نواه ذكريه ونواه البيضه، فيعمل لي جنين واحد جوه بذره واحده. فلما يكون عندك 8 بذور ب8 اجنه يبقى 2 في 8 يديك 16 يا دكتور. طب يقول لك هنا يوضح الشكل المقابل نوعين من الثمار س وصاد، ادي الثمره س وادي الثمره صاد.
ادرسهم ثم اجب ما النسبة ما بين عدد الأنوية المشاركة في تكوين بذور الثمرة س. يبقى هنا كم البذور دول؟ كام بذرة؟ لو عديتهم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، دول 12 بذرة. جميل. هو عايز عدد الأنوية المشاركة في تكوين البذور. البذرة الواحدة يشارك في تكوينها 5 أنوية، هو عايز عدد الأنوية. صح كده يا دكتور؟ البذرة الواحدة يشارك في تكوينها، دي قلنا خلاص ما فكرش فيها عمياني، يشارك في تكوينها 5 أنوية. فلما يكون عندي 12 بذرة يبقى 5 في 12 يديني كام يا دكتور؟ 5 في 12 يديني 60. يبقى عدد الأنوية اللي تشارك في تكوين 12 بذرة 60 نواة. طيب وعدد الأنوية المشاركة في تكوين أجنة الثمرة ص. الثمرة ص دي فيها كام جنين؟ ب6 بذور اهم، يبقى 6 أجنة، في هنا 6 أجنة. طيب كم نواة بتشارك في تكوين بقى ال6 أجنة دول؟ ما هو الجنين الواحد بيشارك في تكوينه نواة ذكرية ونواة البيضة، يبقى إذا 6 أجنة، يبقى 2 في 6 ب 12 يا دكتور. يبقى إذا هنا الأجنة هنا يشارك في تكوينهم 12 نواة، بينما البذور ده هي يشارك في تكوين ال 12 بذرة 60 نواة. هو بيقول لك ايه؟ ما النسبة ما بين عدد الأنوية المشاركة في تكوين بذور الثمرة س وعدد الأنوية المشاركة في تكوين أجنة البذور بتاعت الثمرة ص. يعني 60 إلى 12 على ال 12 فيها ال5 على ال 12 فيها ال1، يبقى 5 إلى 1 يا دكتور. ماشي؟ طيب هي محتاجة حد بتاع علم رياضة يعني. المهم بس انتوا شطار. التركيب الذي ينمو الى بذره، مين اللي بينمو الى بذره؟ البويضه يا دكتور. المبيض ينمو الى ثمره، انما البويضه هي التي تنمو الى بذره يا دكتور. البويضه هي اللي بتتحول الى البذره بتاعه الثمره. خلاص. طيب بيقول لك هنا التركيب الذي ينمو الى ثمره، المبيض هو اللي ينمو الى ثمره. وهل ده بيحتاج اخصاب؟ لا يا فندم، بيحتاج تلقيح بس. يبقى اذا لما نلاقي هنا كده مبيض واحد وجواه بويضه واحده، يبقى انا هيبقى عندي ثمره واحده جواها بذره واحده. مين اللي بينمو الى ثمره؟ المبيض يا دكتور. طب الغلاف بتاع الثمره، او بنقول عليه الغلاف الثمري، اللي هي القشره بتاعه الفاكهه دي، قشره المانجايه مثلا، دي بتبقى الجدار نفسه بقى بتاع المبيض، انما المبيض نفسه هو اللي بيتحول للثمره نفسها اللي بناكلها. يبقى المبيض. يقول لك طيب ما التركيب الذي ينمو الى غلاف ثمره؟ ده اللي احنا كنا بنقول اهو، اللي هيبقى، ما هو المبيض نفسه كل ده مبيض كده، فالمبيض ينمو الى ثمره، انما جدار المبيض يتحول الى قشره المانجايه او قشره الثمره، يبقى جدار المبيض هو اللي بيبقى غلاف ثمري. وخلي بالك في فرق ما بين غلاف ثمري وغلاف بذره. دلوقتي احنا عارفين غلاف البذره اللي هو القصره، اللي هي الاغشيه البيضيه بعد ما تتصلب. يقول لك هنا التركيب الذي ينمو الى غلاف البذره. انا كان عندي البيضه اهي، البيضه بعد ما تخصب هتبقى بذره. طب الاغشيه البيضيه اللي حوالين البيضه، هتقوم هذه الاغشيه البيضيه تتحول الى غلاف البذره اللي هو بنسميه القصره. يبقى التركيب اللي ينمو الى غلاف البذره او القصره هو الاغشيه البيضيه، الاغشائين اللي كانوا حوالين البيضه، الاغشيه البيضيه. التركيب الذي ينمو الى نبات جديد، مين اللي بينمو لفرد جديد؟ ما هو نبات جديد يعني فرد جديد. عندنا احنا في البشر الجنين اللي في بطن امه هو اللي بيبقى فرد جديد. طب وفي النبات الجنين اللي جوه البذره جنين برضه هو اللي بيبقى فرد جديد. يبقى اللي بينمو الى فرد جديد هو الجنين. طيب ولذلك يا دكتور اما يكون عند حضرتك دلوقتي ثمره وجواها بذره، البذره دي جواها بيبي جنين. الهدف من التكاثر في النباتات الزهريه، الهدف من الاخصاب، التلقيح والاخصاب، هل تكوين الثمره ولا تكوين البذره؟ تقول لي الاثنين بتكونوا فالهدف تكوين الاثنين. لا، الهدف في فرق ما بين حاجه جت في السكه وفي فرق ما بين حاجه هي الهدف. لما يحصل تكاثر فالهدف ان احنا نجيب افراد جديده، اجنه يعني بذره. يبقى الهدف الرئيسي في التكاثر في النباتات الزهريه تكوين البذور وليست الثمار. الثمره دي مش هتجيب فرد جديد، الثمره دي حضرتك تاكلها، دي هديه الجواز بتاع النبات. يعني لما ربنا بيخلي النبات يتجوز ويحصل فيه تكاثر واخصاب وبتاع فبيتكون ثمره وبذره. الثمره لا، دي حضرتك تاكلها، دي حلاوه الفرح. واحنا عايزين من التكاثر البذره.
لانك انت تاكل الثمره وترمي البذره، هي مش بتترمي، ده هي دي اللي هتؤمن استمراريه الكائن ده. خد البذره جوه جنين، ازرعها فيجي نبات جديد وشجره مانجا جديده. فالهدف الرئيسي من التكاثر والاخصاب في النباتات الزرعيه تكوين البذور وليست الثمار يا دكتور، صح كده؟ طيب البذور عامه بتوجد فيه شكلين، بيبقى فيه بنقول عليها بذور ذات فلقتين، زي ما كنا قلنا كده في الغلاف الزهري. لو رجعنا لبداية النباتات الزهرية، الغلاف الزهري فاكر ان هو لما يصعب تمييز الكأس عن التويج في معظم نباتات ذات الفلقة الواحدة، وكانت كلمة فلقة واحدة او فلقتين دي هو وصف يعود الى البذور. فالبذور اما بذور ذات فلقتين زي مثلا الفول، صح كده يا دكتور؟ اللي هو الفول زي الترمس، تمسك الترمسيه كده فلقتين، زي البسله دي برضو فلقتين. اما بذور ذات فلقه واحده، وذات فلقه واحده ده زي الذره، زي القمح مثلا. حبايه القمح او بذره القمح الصغيره الذره كده، بذره القمح ده هي فلقه واحده، انت ما تقدرش تقسمها الى نصين، هي كلها، سيبك حتى من الخط ده، هو الخط ده مش معناه انك انت تقدر تقسمها نصين، لا هي فلقه. زي مثلا البلحه بتلاقي جواها بذره، هي البذره دي ذات فلقه واحده، خلي بالك يا دكتور، ما تقدرش تقسمها الى نصين مع ان فيها الخط اللي انت عارفه ده. الرز ذات فلقه واحده، بتلاقي الرزايه ما تقدرش تقسمها الى نصين. فبالتالي البذور كاشكال في ذات فلقه واحده وفي بذور ذات فلقتين. طيب انما انواع البذور بقى على حسب الاكل اللي جوه بتاع الجنين، قال لك في نوعين من البذور. نمره واحد بيبقى في حاجه اسمها بذور اندوسبرميه وبذور لا اندوسبرميه. طيب ايه بقى قصه البذور الاندوسبرميه واللا اندوسبرميه دي؟ قالك بص يا دكتور، عندنا هنا ادي المبيض وادي البويضه جواه، ودي بويضه ناضجه، هيبدا دلوقتي يتم عمليه الاخصاب. فلما تقع هنا حبه اللقاح، بيبدأ حبة اللقاح فيها نواتين الأنبوبية والمولد، بيبدأ تمتد هنا أنبوبة اللقاح واللي بيعملها النواة الأنبوبية. المهم يعني أنبوبة اللقاح طب تروح فين؟ تروح فين؟ يظهر هنا دور الخلايا المساعدة اللي جنب البيضة، دول يبدأوا يفرزوا مواد كيميائية هتلاقيها هنا فده يشد أنبوبة اللقاح ويجذبها لغاية اما توصل هنا يا دكتور، وتوصل هنا كده أنبوبة اللقاح وتيجي هنا عند النقير، وتكون النواة الأنبوبية خلاص، أما نوصل لهنا تكون خلاص خلصت، وتيجي النواة المولدة وفي النص كده تقوم تنقسم لنواتين ذكريتين، فيصبح عندنا هنا في النهاية ادي نواة ذكرية اهي وادي نواة ذكرية اهي، وبكده ينتهي دور الخلايا المساعدة لأن هي جذبت أنبوبة اللقاح. يجي بقى دلوقتي النواتين الذكريتين، في نواه نون اهي مع نواه البيضه نون، ويقوموا يعملوا الزيجوت، يعني دي هتخصب هنا، وبكده يتكون زيجوت داخليه واحده 2 نون. وتيجي النواه الذكريه الثانيه تقوم تخصب نواتي الكيس الجنيني ويبقوا ال3 نواه واحده. نواه دي نواه اللي هي نواه الاندوسبيرم، ودي نواه واحده 3 نون. هيبدا بقى دلوقتي البيبي ده لازم يتكون، طب ما هو عايز غذاء، فيبدا لازم النواه بتاعه الاندوسبيرم دي تبقى نسيج يخزن غذاء. طب ازاي تبقى نسيج اساسا وهي نواه؟ فتبدا الاول تتحول الى خليه وتحيط نفسها بشويه سيتوبلازم، وبعد كده غشاء بلازمي، وتتحول نواه الاندوسبيرم الى خليه اندوسبيرم. تقوم الخليه دي تبدا تنقسم ميتوزي، تعمل خليه تانية، خليه اندوسبيرم تانية بالنواه بتاعتها، ميتوزي تاني، تقوم تنقسم ويبقوا 4 خلايا كلهم 3 نون. ويبدأ بقى دلوقتي يتكون نسيج، يعني مجموعة خلايا اسمه نسيج الاندوسبيرم، وتبدأ الخلايا السمتية تصنع غذاء اللي هو نشا، وتخزن النشا ده فين يا دكتور؟ تبدأ ترمي النشا ده وتخزن النشا في النسيج بتاع الاندوسبيرم. كل ده نشا 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 نشا، خلاص كده يا دكتور، لغاية لما يكتمل تكوين نسيج الاندوسبيرم، وهنا تختفي الخلايا السمتية، وأصبح عندنا نسيج غذائي موجود داخل البذره. ما خلاص بقت بذره يا دكتور، كل ده احنا على فكره جوه الثمره، ما خلاص المبيض ده بقى ثمره وجواه البذره، والبذره جواها نسيج غذائي. طبعا النواه بتاعته كلها 3 نون، وبالاضافه لذلك بيبقى فيه غذاء متخزن جواه اللي هو نشا، ده نسيج الاندوسبيرم. هنا يبدا الزيجوت اللي كان اتكون ده يلاقي غذاء عشان يعرف ينقسم، فيبدا على طول ياخد من نسيج الاندوسبيرم، ويبدا الزيجوت فيه
الانقسام، ويبقى خليتين، والخليتين دول 2 نون و2 نون، والاتنين يبقوا 4 والاربعه يبقوا 8، وبكده يبدا يتكون الجنين. فيصبح عندنا بذره دلوقتي جواها جنين كل خلاياه 2 نون، ونسيج اندوسبيرم كل خلاياه 3 نون. كل ده واحنا لسه فين؟ كل ده واحنا لسه على الشجره. يعني النبات ده عمل الثمار والثمره موجوده اهي اللي هي بقت المبيض يا دكتور، ويبدا طبعا يختفي الكأس والتويج والميسم والقلم والاسديه كمان تختفي، مش عايزينها، ومش هيفضل غير المبيض عامل ثمره موجوده على الشجره. الثمره دي جواها بذره، والبذره دي جواها جنين بالاكل بتاعه. الجنين لسه صغنن. هو الجنين يا دكتور اول ما بدا يتكون كده خلاص كمل؟ هو الجنين في الانسان بيبدا يتكون مثلا اول شهر، جنين عنده شهر، خلاص كده نبدا نولد الجنين؟ لا لسه يا دكتور، لغايه اما يكتمل نموه عند 9 شهور، وبعد كده تحصل ولاده. ولذلك لسه الجنين ده هيكتمل، لسه هيقعد ينقسم الى ان يكتمل نموه، يبدا يبقى شادد حيله كده يا دكتور، وتكون الثمره نضجت. فاصبح عندي دلوقتي اهو ادي بويضه، او انا اسف بقى تبقى بذره جوه ثمره، وجوه البذره دي فيه الجنين بالاكل بتاعه اللي هو نسيج الاندوسبيرم. ونروح على المرحله اللي بعد كده. اصبح دلوقتي دي بذره خلاص موجوده جوه الثمره على الشجره، لسه جواها ايه يا دكتور؟ دي جواها جنين، جواها جنين، والجنين ده عباره عن مجموعه من الخلايا كلها 2 نون 2 نون 2 نون، ولسه ما اكتملش يا دكتور. بالاضافه لكده بيبقى فيه نسيج غذائي اللي هو اسمه نسيج الاندوسبيرم. ونسيج الاندوسبيرم ده عباره عن نسيج يتكون من مجموعه خلايا انويتها كلها 3 نون 3 نون 3 نون. خلاص كده يا دكتور. يبدا بقى دلوقتي قدام مثلا الجنين ده جوه البذره في الثمرة اللي على الشجرة، لسه قدامه مثلا شهر على ما يكتمل، هياخد غذاء منين؟ من نسيج الاندوسبيرم. فيبدأ نسيج الاندوسبيرم يحصل تحلل للنشا، النشا اللي جوه ده يبدأ يتحلل وياخد الجنين أكله، ويبدأ هذا الجنين ينمو ويكبر الجنين. نقوم نقول للجنين ها يا جنين اكتملت، نقطف بقى الثمرة، يقول لك لا لسه، انا لسه لم يكتمل نموي. طب خلاص، ويبدا ياخد من نسيج الاندوسبيرم، ونسيج الاندوسبيرم بالغذاء اللي فيه يبدا يقل تدريجي يا دكتور، يبدا يقل تدريجي، ويبدا الجنين ويبدا الجنين بيكبر، ويبدا الجنين بيكبر. وبعدين نقول للجنين ها يا جنين اكتمل نموك، يقول لك يا عم انت بيكتمل نموك انت كجنين كإنسان 9 شهور، انا يا سيدي اديني شهر ونص ولا شهرين على ما اكتمل، فات بس 3 اسابيع. خلاص يا سيدي، يقعد الجنين جوه البذرة عمال ياكل ويكبر الجنين، وبيستهلك من نسيج الاندوسبيرم. ونيجي بعد شهرين نقول للجنين ها يا جنين اكتمل نموك، يقول لك بس انا كده الحمد لله اكتمل نموي. يا انت ما خلصتش يا جنين نسيج الاندوسبيرم. وبكده خلاص الثمرة نضجت يا دكتور، ونقطف الثمرة ده هي من على الشجرة وهي ناضجة وجواها بذرة. البذرة دي جواها جنين، والجنين جوا جنين، والجنين معاه نسيج او فاضل شوية من نسيج الاندوسبيرم جواه. هذا النوع من البذور بتبقى البذرة دي مثلا هنقول مثلا يعني نقول عليها ايه يعني قمحايه، قمحايه. فدي كده قمحايه، فهيبقى فيها البذره بتاعت القمح دي جواها الجنين وشويه اندوسبيرم. الجنين ده استهلك ايه اثناء تكوينه؟ الغذاء بتاعه جايبه منين؟ هتقول لي من نسيج الاندوسبيرم. حلو، اكتمل نضج الجنين. هل لسه في نسيج اندوسبيرم؟ هيستخدمه عشان ينضج؟ يا عم بقول لك هو نضج خلاص كده. يبقى اصبح عندي بذره فيها جنين مكتمل ومعاه لسه شويه من نسيج الاندوسبيرم. ده نوع من البذور بنقول عليه بذور اندوسبرميه. يبقى اول نوع من البذور عندنا اللي هي بنقول عليها البذور الاندوسبرميه، ودي فيها الجنين بيبدا يستخدم جزء من نسيج الاندوسبيرم يستهلكه اثناء تكوينه ونضجه، خلاص، وما يخلصوش، يكتمل نضجه ولسه معاه شويه نسيج اندوسبيرم، يفضل في البذره، فتصبح البذره دي اسمها بذره اندوسبرميه لان جواها نسيج غذائي اسمه الاندوسبيرم.
في نوع بقى من البذور بتلاقي خلاص اتكون هنا في الجنين اهو الصغنن اهو يا دكتور، ونسيج الاندوسبيرم اللي ناتج من الخطوه الاخيره في الاخصاب المزدوج اللي هي اخصاب نواتي الكيس الجنيني. ادي نسيج اندوسبيرم، وجت الخلايا السمتيه قامت مخزنه جواه نشا برضو يا دكتور. المهم ادي الثمره وموجوده على الشجره، وجوه الثمره دي في بذره، والبذره جواها البيبي والاكل بتاعه نسيج الاندوسبيرم. نبدا دلوقتي نسال البيبي هتبدا تعمل ايه؟ قال لك هبدا انقسم عشان يكتمل نموي. زي ما انت بتقعد 9 شهور يكتمل نموك، انا يعني هقعد مش ال9 شهور، على قد كده هاخد فتره بسيطه على ما نموي يكتمل. ويبدا هذا الجنين يستهلك من نسيج الاندوسبيرم، ياخد جزء من نسيج الاندوسبيرم، ويبدا هذا الجنين يكبر. خلاص كبر الجنين لانه اتغذى، لسه لم يكتمل نموه، يقوم شويه ويبدا ياخد تاني من نسيج الاندوسبيرم ويتغذى على الغذاء المدخر في نسيج الاندوسبيرم، وبعد كده يبدا الجنين يكبر شويه. نقوم هنا بقى نقول للجنين يا جنين نقطف بقى الثمره وناكلها، والبذره دي انت جواها لما تيجي تتزرع. قال لك انا لسه لم يكتمل نموي. هو انت مش بتقعد 9 شهور؟ انا بقالي 3 اسابيع بس، اديني فترة كمان. حاضر يا سيدي، خليك في الثمرة على الشجرة. ويبدأ يستهلك من نسيج الاندوسبيرم، يبدأ يستهلك من نسيج الاندوسبيرم تاني، ويبدأ الجنين يكبر. كبر الجنين كويس، نقوم نقول للجنين خلاص يا جنين كده بقى نقطف الثمرة. يقول لك لا لسه ايه يا عم؟ ده انت خلصت كل نسيج الاندوسبيرم، الغذاء المدخر فيه كله خلص، ما عادش فيه اندوسبيرم يا جنين. طب وبعدين؟ طب ما انا كده لسه محتاج يكتمل نموي، اعمل ايه؟ هنا بقى النبات يقوم يبدأ يكون نسيج غذائي اخر، ما هو ما عادش فيه اندوسبيرم. وطب ويحطه فين؟ خلي بالك الجنين لما خلص على نسيج الاندوسبيرم كله، الجنين بقى كده زي البغل، كبر بقى قد كده الجنين. فبالتالي البذره ده هي دكتور ما عادتش مساعيه، فيبدا هذا الجنين يعمل ايه؟ يقوم يعمل فلقه اخرى. خلاص كده، يعني تخيل بقى دي كده كانت فلقة، لا خلاهم فلقتين يا دكتور اهم. ويبدأ في الفلقة التانية يبدأ يحط نسيج غذائي آخر. ايه ده؟ اندوسبيرم؟ لا يا فندم، الاندوسبيرم لا يتكون إلا مرة واحدة بس، اللي هي بعد الخطوة الأخيرة بتاعت أثناء الإخصاب المزدوج. يعني لما تيجي نواة ذكرية تخصب نواتي الكيس الجنيني، هنا يتكون نواة اندوسبيرم، خلية اندوسبيرم، نسيج اندوسبيرم. ويجي بقى الجنين يخلصه أثناء نموه، ما عادش فيه، فلما يجي النبات يعمل له اكل تاني نسيج غذائي اخر بيبقى 2 نون، وده مش بيبقى نسيج اندوسبيرم، ويبدا يخزنه فين؟ في الفلقه الجديده ده هي، وشويه في الفلقه القديمه، فيتم تخزين غذاء اخر في الفلقتين. ويقعد كده بقى الجنين يكبر لغايه اما يعدي وقته ويكتمل نموه. وكده الجنين بيستهلك اثناء تكوينه ونضجه نسيج اندوسبيرم برضه، ولكن اما يكتمل نموه بيكون خلص نسيج الاندوسبيرم وعمل نسيج غذائي اخر مدخر فين؟ في الفلقتين يا دكتور. وينتج كده بذره ولكن ما فيهاش نسيج اندوسبيرم، الجنين خلصه وسميناها بذور لا اندوسبيرميه. يبقى اذا البذور عندنا نوعين، يا اما بذور اندوسبيرميه يا اما بذور لا اندوسبيرميه. والبذور الاندوسبيرميه غالبا بتبقى فلقه واحده. ليه؟ لان الجنين يعني على قده صغنون قوي يا دكتور، خد جزء صغير من نسيج الاندوسبيرم، فما كبرش قوي، ما بغلش قوي، يعني بقى جنين صغير، فبالتالي فضل شويه نسيج اندوسبيرم في نفس الفلقه يا دكتور، فبيبقى عباره عن فلقه واحده. دي النباتات اللي بذورها ذات فلقه واحده الاندوسبيرميه. اما البذور الثانيه اللا اندوسبيرميه، النسيج الجنين اثناء تكوينه يتغذى على كل نسيج الاندوسبيرم وما يبقاش في حاجه، ويبدا النبات بتكوين نسيج غذائي اخر في فلقه اخرى او يخزنها في الفلقتين، ويبقى النسيج الغذائي الاخر، ودي مهمه قوي، 2 نون وليس 3 نون، ما عادش هيتكون اندوسبيرم، وبالتالي يبقى هنا دي البذور ذات الفلقتين اللي هي البذور اللا اندوسبيرميه. طيب تيجي بقى بعد كده نشوف هيحصل ايه. يبقى دي البذور الاندوسبيرميه ودي البذور اللا اندوسبيرميه. انت عامل لي دول ليه؟ يعني في شويه حالات كده هنشوفها اهو. ممكن خلي بالك من حاجه،
طبعا دي بتبقى، تعال نشوف المصير بتاع الاغشيه البيضيه، فاكرها؟ الاغشيه البيضيه بتبدا تتحول الى غلاف للبذره اللي هي زي القشره اللي حوالين الفولايه دي، صح كده يا دكتور؟ دي الاغشيه البيضيه. ده كده مين يا فندم؟ ده جدار المبيض. يقوم الاغشيه البيضيه هنا تبدأ تلتحم مع جدار المبيض. شايف كده يا دكتور؟ يعني هيجي هنا الأغشية البيضية، هنكبر دي مثلا كده، يبدأ الأغشية البيضية تلتحم مع جدار المبيض اهي، هتلتحم مع جدار المبيض. الله يا عم، المبيض ده مش بيبقى هو الثمرة؟ يا فندم، ما انا جاي لك اهو. هتلتحم الأغشية البيضية مع جدار المبيض، لحموا مع بعض، يعني لزقت الأغشية البيضية مع الغلاف الثمري، وبالتالي أصبح دي كده بذرة، والبذرة دي هي الثمرة. ازاي يا دكتور البذرة هي الثمرة؟ مش يا فندم المبيض بيتحول لثمرة؟ والبويضة بتتحول لبذرة؟ طب ما هي البذرة دلوقتي لحمت في المبيض في الثمرة، فأصبحت الثمرة هي بذرة واحدة، وده زي البذره بتاعه الذره. وهنا يسموها، او القمح هنا يسموها، او الرز كمان يسموها حبوب. يبقى احنا عندنا في بذور اندوسبرميه وبتكون ذات فلقه واحده، بذور اندوسبرميه وبتكون ذات فلقه واحدة. وهنا بيبدأ يحصل فيها ايه بقى؟ هنا ممكن تلتحم الأغشية البيضية مع جدار المبيض، يبقى بيحصل التحام، تلتحم الأغشية البيضية مع جدار المبيض، وهنا يبدأ يعمل لي حاجة اسمها الحبة، ودي بذرة ذات فلقة واحدة وفيها التحام. مين اللي بيلتحم يا دكتور؟ بيلتحم الأغشية البيضية مع جدار المبيض ويعمل لي بذرة واحدة وهي حبة واحدة وهي ثمرة واحدة. ولأول مرة تشوف البذرة هي الثمرة، وده زي ما بيحصل في الذرة مثلا. هتيجي تلاقي في الذرة، هتلاقي الذرة هيك بالمنظر ده كده اهو يا دكتور، سوري، هتلاقي الذرة كده اهو، اهي هتلاقي الذرة بيحصل فيها التحام. هتلاقي حباية الذرة ده اهي كده يا دكتور، اهي حباية الذرة دي ما هي الا بذرة واحدة، وفي نفس الوقت الأغشية البيضية التحمت مع جدار المبيض فهي بقت الثمرة. يبقى امتى تكون البذرة هي الثمرة؟ ده في البذور الاندوسبرمية ذات الفلقة الواحدة اللي بيلتحم فيها الأغشية البيضية مع جدار المبيض يا دكتور. الاحتمال الثاني على فكرة انه ممكن برضو الجنين يبدأ يستخدم نسيج الاندوسبيرم ويكبر الجنين ويسيب معاه جزء من نسيج الاندوسبيرم، ولكن لا يلتحم الأغشية البيضية مع جدار المبيض، مش هيحصل ما بينهم التحام. خلاص كده يا دكتور؟ فيبقى المبيض ثمرة، المبيض نفسه هيبقى ثمرة، والبويضة اللي جوه هتبقى بذرة. خلاص كده يا دكتور؟ والكلام ده يبقى اصبحت دلوقتي ثمره وفيها بذره واحده، والبذره دي يا دكتور مفيش اقدر افصلها عن الثمره، يعني زي ما بيحصل هنا كده يا دكتور، البذره تقدر تفصلها عن الثمره في هذا الوضع. سوري، البذره تقدر تفصلها عن الثمره في الحاله دي كده يا دكتور اهو. يعني دي تلاقيها مثلا في البلح، هتيجي تلاقي البلحايه انا اقدر افصل في البلح البذره عن الثمره. الثمره ده هي اللي هي البلحايه، هي عباره عن المبيض عادي خالص، مش كده يا دكتور؟ طيب والبذره اللي جوه اللي هي كانت البويضه. طيب الاغشيه البيضيه اللي حواليها دي هيبقى في طبقه رقيقه حوالين البذره بتاعت البلحايه كده يا دكتور، والبذره دي ما هي ذات فلقه واحده، ودي فيها نسيج اندوسبيرم. الله، يعني دي بذور اندوسبرميه ولكن لا يلتحم الاغشيه البيضيه مع جدار المبيض، ومن هنا انا اقدر افصل البذره عن الثمره لان هما مش لاحمين في بعض، وده اللي تقدر تعمله في البلح، بتفصل البذره عن الثمره، بتاكل البلحايه وتاخد البذره وترميها لانها تقدر تفصلهم. انما هنا انا مش قادر افصل البذره عن الثمره، البذره هي الثمره.
وصلت كده يا دكتور؟ ده يبقى هنا ممكن بيحصل يلتحم. يلتحم مين يا دكتور؟ يا فندم ما هو لما يبقى في التحام احنا بنتكلم عن الاغشيه البيضيه وجدار المبيض، بتحصل ما بينها ايه؟ هنا لا تلتحم، لا تلتحم، وبالتالي اقدر افصل دي عن دي، اقدر افصل دي عن دي لان ما فيش بينهم التحام. صح كده يا دكتور؟ هنا ما قدرتش افصل لان التحمت الاغشيه البيضاء مع جدار المبيض، انما هنا لا تلتحم. يبقى دي بذور ذات فلقه واحده. طيب هل في البذور ذات الفلقه الواحده بيحصل فيها التحام ولا ما فيش التحام؟ في وفي. يعني في الذره مثلا، في الذره زي او القمح او القمح او الرز كل دول بيحصل فيهم التحام. فالبذره هي الثمره، يعني الرزايه الواحده، ودي بنسميها حبوب على فكرة، في الحالة دي بنسميها الحبوب. خلاص كده يا دكتور؟ فالحبوب هي عبارة عن بذور اندوسبرمية ذات فلقة واحدة يلتحم فيها الأغشية البيضية مع جدار المبيض، دي ذات فلقة واحدة. خلاص كده يا دكتور؟ فممكن تلتحم وممكن لا تلتحم، اهي ممكن تلتحم وممكن لا تلتحم. تلتحم في مين؟ ذرة وقمح ورز. طب لا تلتحم وذات فلقة واحدة واندوسبرمية، يبقى في البلح. يبقى البلح يا دكتور بيبقى فيه نسيج اندوسبرم 3 نون، والذرة والقمح فيهم 3 نون برضو. طب ايه الفرق ما بين ده وده؟ هنا بس يا دكتور في التحام، فبالتالي البذرة هي الثمرة، هنا ما فيش التحام فيمكن فصل البذرة عن الثمرة. في احتمال بقى تاني هنا في البذور الاندوسبرميه، الجنين هنا لما بيتكون بيكون كبير شويه، بيكبر يا دكتور، وبعدين بيستهلك جزء من نسيج الاندوسبرم، يكبر الجنين تاني فيقوم يستهلك جزء تاني من نسيج ويخلص نسيج الاندوسبرم، لا يفضل فيه شويه صغيرين كده يا دكتور. حلو كده الكلام؟ شويه من نسيج الاندوسبرم 3 نون برضو، يبقى لانها بذره اندوسبرميه. ولكن بيبدا الجنين هنا بيبقى كبير قوي فيبدا يعمل فلقه اخرى. الله، يعني ده بيبقى فلقتين يا دكتور، البذره هنا فلقتين، وده زي الخروع. طيب يبقى اذا انا عندي اهو، ادي الخروع اهو، بتكون بذور الخروع بالمنظر ده، ادي بذرة الخروع اهي. طبعا هنا ده مبيض، وكان فيه المبيض ده قد ايه؟ ده كان فيه مثلا 3 بذور، يعني كان فيه هنا بويضة زي دي، الثانية الثالثة 3 بويضات. القصد يا دكتور ان البذرة ده اهي ذات فلقتين، يعني هنا ممكن يكون الاندوسبرمية في نسيج اندوسبرم، ولكن بيبقى فلقتين وليس فلقة واحدة يا دكتور. يعني هتيجي تلاقي فلقة كده اهي فلقة بالمنظر ده اهي، وادي فلقه تانية بالمنظر ده لان الجنين كبير شويه. طيب والاغشيه البيضيه، الاغشيه البيضيه هنا يا دكتور اهي موجوده، ادي الاغشيه البيضيه وهنا النقير، وادي الاغشيه بس ده ذات فلقتين. وهنا هل بيحصل التحام؟ الى حد ما، بس دي مش عليك، بيبقى فيه التحام بس دي مش عليك. القصد يعني ان ممكن تكون البذور الاندوسبرميه ذات فلقتين. يعني معنى كده ذات فلقتين، معنى كده البذور الاندوسبرمية قد تكون ذات فلقة واحدة وقد تكون ذات فلقتين. خلاص كده يا دكتور؟ وقد تكون ذات فلقتين. ماشي، حلو كده الكلام، ذات فلقتين. يبقى معنى هذا الكلام البذور الاندوسبرمية نوعين، يا ذات فلقة واحدة يا ذات فلقتين. طيب ذات فلقة واحدة حاجة من 2، يا ذات فلقة واحدة وبتلتحم فيها الأغشية البيضية مع جدار المبيض، ودي في حالة بنسميها الحبوب، وده زي الذرة وزي القمح، ده زي الذرة وزي القمح وزي مثلا اهو كده عشان بس نبقى فصلناهم يعني، وزي الرز. يا اما ذات فلقة واحدة ومفيش التحام ما بين البذرة والثمرة، وده زي البلح، ده زي البلح اهو نكتبه هنا، ده زي البلح. يا اما تبقى بذور اندوسبرميه وذات فلقتين، وده زي الخروع. مش عليك بقى تلتحم ولا مش لا تلتحم، مش مكتوبه في عندك في كتاب الوزاره. اما البذور اللا اندوسبرميه كده كده الجنين بيبقى خلص نسيج الاندوسبرم ويعمل نسيج غذائي اخر، نسيج غذائي جديد اخر مدخر في الفلقتين، وهذا النسيج 2 نون. انما هنا النسيج الغذائي كله 3 نون. النسيج الغذائي هنا
3 نون لانه اندوسبيرم يا دكتور، النسيج الغذائي هنا 3 نون لانه اندوسبيرم. وبيكون البذور اللا اندوسبرميه كلها ذات فلقتين، مفيش بذره لا اندوسبرميه ذات فلقه واحده يا دكتور. يبقى اذا الكلام ده زي مين؟ زي مثلا البسله بتبقى ذات فلقتين. عارف انت البسلايه بتقسم البذره بتاعت البسله لنصين، يبقى دي بذور لا اندوسبرميه ذات فلقتين. يبقى اذا هنا زي البسله، او زي مثلا الفول الاخضر. الفول الاخضر يا دكتور بنيجي نلاقي مثلا الفولايه بالمنظر ده كده، نقوم جايبين الفولايه ونقسم الفولايه الى نصين اهي، ده البذره بتاعت الفول بتقسمها الى نصين، يبقى دي ذات فلقتين لا اندوسبرميه. هل بيحصل بقى في التحام؟ قال لك لا، ما يحصلش التحام في البذور اللا اندوسبرميه، ما يحصلش التحام. بدليل ايه يا دكتور؟ قال لك بدليل انا عندي مثلا هنا كده اهو، ده الفول الاخضر اهو بالمنظر اللي انت شايفه ده. هل طبعا جدار المبيض ده او المبيض بيتحول الى ثمره، المبيض بيتحول الى ثمره، الثمره دي اللي هي القشره الخضراء بتاعت الفول او البسله. خلاص كده يا دكتور؟ طيب والبويضات اللي جوه انا راسم بويضه واحده بس اهو، خلي زي البويضه دي في 2 كمان يبقى بحيث يبقوا 3، فيصبح عندي 3 بذور. هل في التحام ما بين البذره والثمره؟ لا، انا اقدر افصل البذره عن الثمره. يعني تقصد تقول هنا ما بيلتحمش الاغشيه البيضيه مع جدار المبيض، فيمكن فصل البذره عن الثمره. ليه؟ لان ما فيش التحام. يبقى هنا يا دكتور ذات الفلقتين ده اهي لا يحدث التحام، فبالتالي بنقول هنا لا تلتحم. كلمة تلتحم أو لا تلتحم بنتكلم على الأغشية البيضية وجدار المبيض، لا تلتحم الأغشية البيضية وجدار المبيض. زي الكلام ده في الفول وزي البسلة على فكرة. ويجي بقية الثمار التانية، يعني تيجي مثلا زي الخوخ مثلا، زي المشمش، زي البرقوق، الحاجات ده هي كلها برضو البذرة بتاعتها ذات فلقتين. نحطها هنا كده اهي ذات فلقتين اهي. خلاص كده هتيجي تلاقي البذره دي ذات فلقتين، وما اقدرش ولا تلتحم الاغشيه البيضيه اللي حوالين البذره مع جدار المبيض، ومن هنا اقدر افصل البذره عن الثمره. تيجي تاكل المشمشايه مثلا يا دكتور، تقوم شايل البذره من جواها وترميها انت فصلت البذره عن الثمره. يبقى اذا معنى هذا الكلام البذور نوعين اساسيين، يا اما بذور اندوسبرميه يا لا اندوسبرميه، والتقسيمه دي على حسب نوع الغذاء المدخر للجنين جوه البذره. البذور الاندوسبرميه بتبقى ذات فلقه، خلي بالك من التجميعات دي، ولا فلقتين، ممكن تبقى فلقه واحده وممكن فلقتين، انما اللا اندوسبرميه كلها فلقتين. يبقى لو انا جيت وقلت لك البذور ذات الفلقتين بتبقى اندوسبرميه ولا لا اندوسبرميه؟ في ذات فلقتين اندوسبرميه وده زي الخروع، وذات فلقتين لا اندوسبرميه ده فول وبسله ومشمش وبرقوق وخوخ والكلام ده كله. طيب البذور ذات الفلقه الواحده، اي بذره ذات فلقه واحده تبقى اندوسبرميه على طول، خلص الكلام. يبقى البذره الاندوسبرميه ذات فلقه ذات فلقه واحده بتكون اندوسبرميه. طيب البذور اللي بيحصل فيها التحام، كلمة التحام الأغشية البيضية مع جدار المبيض اللي بيحصل فيها التحام تبقى بذور اندوسبرمية وتبقى اسمها فلقة وتبقى اسمها حبة. يبقى إذا كانت البذرة اندوسبرمية فلقة واحدة تلتحم، دي على طول تبقى حبة. يبقى ما هي الحبة؟ هي بذرة اندوسبرمية ذات فلقة واحدة يلتحم فيها الأغشية البيضية مع جدار المبيض، فيصبح البذرة هي الثمرة، لأنهم ملتحمين في بعض، أنا مش قادر أفصلهم عن بعض يا دكتور. يبقى هل ينفع البذرة تبقى الثمرة؟ في حالة واحدة بس، اللي هي الحتة ده هي بس يا دكتور، القمح، الذرة، الرز. في البذرة الاندوسبرمية فلقة واحدة يلتحم فيها الأغشية البيضية مع جدار المبيض. طيب امتى يحصل عدم التحام؟ والله ممكن عدم التحام في الاندوسبرميه واللا اندوسبرميه. ازاي؟ ما هي الفلقه الوحيده اللي لا تلتحم زي البلح دي عباره عن اندوسبرميه ذات فلقه واحده، ولكن لا تلتحم الاغشيه البيضيه مع جدار المبيض. وهنا لا اندوسبرميه ذات فلقتين ولا يلتحم برضه. فانا عايزك بقى تجمع التجميعات ده هي كلها علشان الاسئله بتيجي، ما هتلاقيك عايز تتخيل دايما الجدول ده قدامك وانت بتحل على البذور الاندوسبرميه والاندوسبرميه. خلي بالك من النقطه دي قوي يا دكتور. ماشي كده الكلام؟ طيب وخلي بالك بقى من حاجه، النسيج الغذائي الاخر بقى اللي بيكونه النبات ده، خلي بالك نسيج الاندوسبرم ده كان نشا.
خلاص كده كل نسيج الاندوسبيرم الشويه اللي فاضلين دول نشا. طيب والنسيج الاندوسبيرم هنا خلص، قام عامل نسيج غذائي اخر، هنا بقى ما بيقدرش يخزن نشا فيه، امال بيخزن ايه؟ بيخزن فيه بروتين. وصلت كده يا دكتور؟ المهم يعني هيكتمل تكوين الجنين خلاص، وتلاقي البذره خلاص كامله كده وتقدر تزرعها. البذره دي جواها ايه؟ يا اما جواها جنين ونسيج اندوسبيرم، وده في البذور الاندوسبرميه دي كلها، يا اما جواها جنين ونسيج غذائي اخر معمول من بروتين او مخزن فيه بروتين، وده زي ذات الفلقتين اللا اندوسبرميه، فول وبسله وكده. عشان كده بنقول الفول مليان بروتين. ليه؟ النسيج الغذائي الاخر ده فيه بروتين وما فيهوش نشا يا دكتور. ولذلك الغذاء بقى ده انا عندي شويه بذور، تعالى كده نتخيل بذره ذره خلاص، وبذره بلح، وبذور خروع، وعندنا مثلا بذره فول، وهنيجي نزرعهم في الارض. يبدا الجنين لما نرش الميه يدخل له عن طريق النقير اللي بيبقى او الفتحه اللي موجوده في البذره. في البذره دي بيبقى فيها فتحه كده صغيره اسمها النقير خلاص، في الاغشيه البيضيه. يبدا يدخل للجنين ميه، فيبدا الجنين يفوق ويبدا عايز ينبت بقى، عايز يرعرع بقى كده ويكون جدر وساق واوراق. عند الانبات وزراعه الجنين وهو بينبت بيستهلك غذاء منين؟ في البذور الاندوسبرميه بيستهلك الغذاء شويه الاندوسبرم اللي فاضلين. الله، يعني معنى كده البذور الاندوسبرميه الجنين وهو بيتكون بيستهلك اندوسبرم. طب وبعد ما يكتمل نموه بيفضل شويه اندوسبرم يستخدمهم وهو بينبت تاني. يبقى اذا في البذور الاندوسبرميه دي كلها اللي هي الثلاث حالات دول، الجنين بيستهلك ايه؟ يقوم تقول لي امتى؟ اثناء تكوينه ولا اثناء انباته؟ وهو بيتكون الى ان يكتمل نموه بيستهلك نسيج اندوسبرم. طب ولما يجي ينبت بقى، لما نيجي نزرعه برضه يستهلك نسيج اندوسبرم الشويه اللي كانوا فاضلين. اما البذور ذات الفلقتين اللا اندوسبرميه، الجنين اثناء تكوينه بيستهلك نسيج الاندوسبرم اللي كان موجود جواه، ويقعد يستهلكه الى ان يكتمل. خلاص خلص عليه، ما عادش فيه اندوسبرم. ولما يكتمل نموه النبات يكون عمل له نسيج غذائي اخر مدخر في الفلقتين. ليه؟ ده اللي يستخدمه عند الانبات لما نيجي نزرع. فمعنى كده جنين البذور اللا اندوسبرميه اللي هي ذات الفلقتين بيستهلك الغذاء بتاعه ايه؟ حسب اثناء تكوينه نسيج اندوسبرم برضه. طب واثناء انباته وزراعته، زراعه البذره، يستهلك النسيج المدخر في الفلقتين اللي هو 2 نون يا دكتور. وصلت كده؟ فمهم قوي 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 هذا الكلام. الحته دي بتلخبطكم جامد يا اولاد، ولكن هي محتاجه بس تركيز عالي منك شويه في المذاكره، في التجميع بتاعتها التقسيمه دي. ولذلك هنيجي هنا نشوف البذور الاندوسبرميه ولا اندوسبرميه. هتيجي تلاقي دي بذره نوعها ايه دي يا دكتور؟ الذره، القمح، الرز، يبقى دي بذور ذات فلقه واحده صح؟ وبيحصل فيها التحام ما بين الاغشيه البيضيه والجدار المبيض، ودي بنسميها الحبوب. وبالتالي ايه دي ثمره. يا عم ثمره ولا بذره؟ بذره. ايوه ولا ثمره. هنا البذره هي الثمره. يبقى الحبوب بيكون فيها اللي هي البذور الاندوسبرميه ذات الفلقه الواحده اللي بيحصل فيها الالتحام بنسميها حبه. ونتيجه الالتحام بيحصل التحام ما بين البويضه اللي هتبقى بذره وما بين جدار المبيض اللي هيبقى ثمره، فلما يلتحموا مع بعض فالبذره هي الثمره. بذره عباره عن ثمره واحده خلاص، او ثمره عباره عن بذره واحده، عباره عن بذره واحده. طيب دي مثلا كده ده القمح برضو نفس القصة، زيه زي الذرة كده، ده عبارة عن اندوسبرمية ذات فلقة واحدة وبيحصل فيها التحام وبنسميها حبوب. والرز زيها نفس القصة يا دكتور، ذات فلقة واحدة وفيها التحام ما بين الأغشية البيضاء وجدار المبيض وبنسميها حبوب. خلاص كده يا دكتور؟ فالحبوب ملهاش غير احتمال واحد. فاكر الاربع رسمات او الاربع عمدان اللي رسمناهم، اللي هو العمود اللي على اليمين خالص ده يا دكتور خالص، اندوسبرميه فلقه واحده التحام. يجي بقى العمود اللي بعديه اللي هي برضو اندوسبرميه وذات فلقه واحده بس بدون التحام، اقدر افصل البذره عن الثمره، وده زي البلع. طب الجنين اللي جوه البذره ده بياكل ايه؟ اثناء تكوينه اندوسبرم، طب واثناء انباته اندوسبرم برضو.
لما نيجي نزرع الجنين ده يبدا هيطلع بقى نخله جديده. ايوه الجنين اللي جوه ده هياكل ايه؟ اندوسبيرم اثناء انباته. ليه؟ لان هي دي بذره اندوسبيرميه جواها لسه الجنين ما كانش خلص على نسيج الاندوسبيرم، ودي ذات فلقه واحده. اوعى يغرك المنظر ده، يجيب لك المنظر ده في الامتحان فالطالب يقول لك بس كده خلاص يبقى ده ذات فلقتين. لا يا فندم، هي ذات فلقه واحده اندوسبيرميه. تيجي مثلا تلاقي بذره بالمنظر ده كده زي بذور الخروع، تلاقي بذره الخروع هي ثمره الخروع دي كده خلاص، وتلاقي فيها كذا بذره لانهم كانوا كذا بويضه، فهو مبيض واحد وكان فيه 3 بويضات، ولكن البويضات اتحولوا لبذور ذات فلقتين، ودي بذره اندوسبرميه. وادي يا دكتور بذره اندوسبرميه بس ذات فلقتين. هل بيحصل التحام؟ دي مش عليك، بس هو بيبقى فيه التحام. هي مش عليك بس بيبقى فيه التحام، ولذلك بيصعب فصل البذره عن الثمره. البذره ما اقدرش افصلها عن الثمره زي البلح مثلا ولا الخوخ ولا ففي الخروع بيحصل فيه التحام. طيب تيجي يبقى هنا ذات فلقتين وهنا دي اندوسبرميه يا دكتور، بتخزن نسيج اندوسبرم، يستهلك الجنين اللي جوه البذره نسيج اندوسبرم اثناء تكوينه واثناء انباته يا دكتور. خلاص دي كده بالنسبه لبذور الخروع. تيجي بعد كده تلاقي طبعا دي ذات فلقتين اهي كده، وهنا بيحصل التحام. سيبك من الالتحام. اما بقى البذور اللا اندوسبرميه اخر واحده في الجدول اللي كنا راسمينه ده، هتيجي تلاقي زي الفول، هتيجي تلاقي زي البسل، ده ذات فلقتين. هل هنا البذره بتلتحم مع جدار المبيض؟ يا راجل انا بفصلها بمنتهى السهوله، ده كان مبيض واحد وفيه 3 بويضات اتحولوا الى 3 بذور، يمكن فصل البذره عن الثمره لان مفيش التحام، وبالتالي دي ذات فلقتين ولا تلتحم الاغشيه البيضيه مع جدار المبيض. وزيها زي البسله يا دكتور برضو ذات فلقتين، وهي بذور لا اندوسبرميه لا تلتحم فيها الاغشيه البيضيه مع جدار المبيض. هتيجي تلاقي نفس الرسمه اللي كنا راسمينها بس على هيئه جدول عندك في الكتاب. البذور يا اما اندوسبرميه يا لا اندوسبرميه. البذور الاندوسبرميه فيها بيتغذى الجنين اثناء تكوينه على جزء من نسيج الاندوسبرم، ما بيخلصوش، ويبقى جزء اخر يستهلكه الجنين عند الانبات. هنا في البذور اللا اندوسبرميه ما عادش في البذره نسيج اندوسبرم، يستهلك الجنين اثناء تكوينه جميع كل نسيج الاندوسبرم، ويقوم بتكوين نسيج غذائي اخر مدخر في الفلقتين، لان هي بتبقى ذات فلقتين بس اللا اندوسبرميه، مفيش ذات فلقه واحده، لا اندوسبرميه يبقى ذات فلقتين. خلاص كده يا دكتور، وبيبقى نسيج 2 نون. طيب البذور اللا اندوسبرميه قال لك فيها حالتين، يا ذات فلقه واحده يا ذات فلقتين، يا فلقه واحده يا 2. يبقى الاندوسبرميه يا واحده يا 2، الاندوسبرميه يا واحده يا 2. طب اللا اندوسبرميه 2 بس، ذات فلقتين بس. يبقى ذات فلقتين ممكن تبقى اندوسبرميه وممكن تبقى لا اندوسبرميه. ذات فلقه واحده لازم تكون اندوسبرميه يا دكتور. طيب البذور الاندوسبرميه ذات الفلقه الواحده حاجه من 2، يا بيحصل التحام بين الاغشيه البيضيه وجدار المبيض يا ما بيلتحمش. بيحصل التحام زي قمح وذره ورز، مفيش التحام وده زي البلح. طيب والذات الفلقتين ده زي الخروع يا دكتور، اندوسبرميه فلقتين خروع. طب هنا البذور اللا اندوسبرميه ما بيحصلش التحام، وده زي الفول والبسله والمشمش والخوخ والبرقوق والكلام ده كله يا دكتور. مكونات البذره، تقول لي ما انا عارف، ما البذره بيبقى فيها جنين والاكل بتاعه. ايوه بس على حسب انت بتكلمني على بذره ايه، يعني هل هي اندوسبرميه ولا لا اندوسبرميه؟ البذور الاندوسبرميه بيبقى فيها دي حديثه التكوين، يعني بذره يعني لسه بعد الاخصاب المزدوج، بعد الاخصاب المزدوج على طول، يعني الجنين لسه ما بدأش يكتمل ويستهلك نسيج الاندوسبيرم، لسه متكونه. ما هي اي بذره في الدنيا لسه متكونه فيها نسيج اندوسبيرم، سواء كانت اندوسبرميه او كانت لا اندوسبرميه. ايه ده؟ يعني البذور اللا اندوسبرميه فيها اندوسبيرم؟ يا دكتور، بس ده بيستهلكوا الجنين. بس انا معاك، هي اول ما تتكون بيبقى فيها نسيج اندوسبيرم، بيقعد الجنين يستهلكه وهو بينضج وهو بيتكون. يبقى اذا ايه هي محتويات او مكونات البذره حديثه التكوين لسه متكونه؟ البذره جواها ايه؟ فيها جنين ونسيج اندوسبيرم. طب واللا اندوسبرميه برضه جنين ونسيج اندوسبيرم. ويبدا الجنين بقى يستهلك، بس هنا مش هيخلصه، هيفضل فيه جزء، انما هنا هيخلصه ويعمل نسيج غذائي اخر. فلو كانت كلمه حديثه التكوين سواء اندوسبرميه او لا اندوسبرميه، فالبذره فيها جنين ونسيج اندوسبيرم. لما يبدا بقى الجنين يستهلك، هنا يكتمل وخلص، اكتمل الجنين وجاهز للولاده بقى،
خلاص عدى مثلا ال9 شهور بتوع الحمل او عدى الشهرين بتوع تكوين الجنين واكتمل، يبدا البذره دلوقتي حسب بقى، لو كانت بذره اندوسبرميه يبقى فيها جنين ونسيج اندوسبرم لانه بيفضل منه شويه. طب لو كانت زي الفول، لا هنا بيخلص الجنين على نسيج الاندوسبرم فيصبح في البذره جنين ونسيج غذائي اخر مدخر في الفلقتين، نسيج 2 نون. يبقى تاني، ما هي مكونات البذره؟ اندوسبرميه ولا لا اندوسبرميه؟ دي حاجه. وهل قبل الانبات او اثناء تكوين الجنين ولا اثناء الانبات بتاع الجنين؟ بص يا سيدي، البذور الاندوسبرميه واللا اندوسبرميه، اندوسبرميه زي الذره والقمح والبلح وغيره، ولا اندوسبرميه زي الفول والبسله. لو هي حديثه التكوين فالبذره فيها جنين 2 نون ونسيج اندوسبرم. طب ولا اندوسبرميه برضه نفس الكلام، جنين ونسيج اندوسبرم. ده والجنين لسه بيتكون. طيب بعد ان يكتمل تكوين الجنين وخدنا البذره خلاص وجواها جنين مكتمل النمو، يبدا بقى انبات. اثناء الانبات البذور الاندوسبرميه جواها جنين ونسيج اندوسبرم، الشويه اللي كانوا فاضلين ان هو الجنين ما خلصش عليهم. طب واللا اندوسبرميه زي الفول بيبقى جنين ونسيج غذائي اخر اللي هو مدخر في الفلقتين 2 نون. وصلت كده يا دكتور؟ يبقى اي بذره في الوجود اندوسبرميه لا اندوسبرميه جواها جنين 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 جنين. طب والنسيج حسب حديثة التكوين ولا عند الانبات، عند الزراعه، تحت التربه، كل ده عند الري، كل ده معناه ان اكتمل نمو وانا بزرع. بيبقى فيها اندوسبرم 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 الوحيده اللي هي ذات الفلقتين عند الانبات فيها نسيج غذائي اخر. ولذلك يا دكتور لما نيجي نقول مكونات البذره بعد ان يكتمل نمو الجنين، اكتمل نمو الجنين خلاص اكتمل. لو بذره اندوسبرميه بعد ان اكتمل نمو يبقى فيها جنين ولسه فيها نسيج اندوسبرم 3 نون. اما لو كانت لا اندوسبرميه واكتمل الجنين فكده خلص على نسيج الاندوسبرم، فيبقى فيها جنين ونسيج غذائي اخر مدخر في الفلقتين، ما عادش فيها 3 نون يا دكتور. طب هل يمكن فصل البذره عن الثمره في البذور الاندوسبرميه ذات الفلقه الواحده؟ البذور الاندوسبرميه ذات الفلقه الواحده، ما الاندوسبرميه ذات فلقه واحده زي الذره وزي البلح، بس الذره بيحصل التحام، البلح ما فيش التحام، ففي الذره ما اقدرش افصل، انما في البلح نقدر نفصل. صح كده يا دكتور؟ يبقى السؤال هل يمكن فصل البذره عن الثمره في البذور الاندوسبرميه؟ ولا. صح كده يا دكتور؟ امتى نقدر نفصل وامتى ما نقدرش؟ ما اقدرش افصل في البذور الاندوسبرميه ذات الفلقه الواحده. طب ما دي بذور اندوسبرميه ذات فلقه واحده، بس هنا حصل التحام ما بين الاغشيه البيضاء وجدار المبيض، فما اعرفش افصل البذره عن الثمره. البذره هي الثمره، هنا اقدر افصل البذره عن الثمره لان ما فيش التحام ما بين الاغشيه اللي حوالين البذره اللي هي كانت بيضاء وما بين جدار المبيض يا دكتور. البذور هنا منفصله تماما. طيب هل يمكن ان نفصل البذره عن الثمره في البذور اللا اندوسبرميه؟ ده اكيد. البذور اللا اندوسبرميه كلها نقدر نفصل فيها البذره عن الثمره يا دكتور، لان ما بيحصلش التحام، لا تلتحم الاغشيه البيضيه مع جدار المبيض يا دكتور. ولذلك هل يمكن فصل البذره عن الثمره في اللا اندوسبرميه؟ طبعا في كل اللا اندوسبرميه نقدر نفصل. يبقى في الاندوسبرميه نفصل، ممكن نفصل زي في البلح، وممكن ما اعرفش افصل زي في الذره. طب والبذور اللا اندوسبرميه لازم نعرف نفصل يا دكتور، لان ما بيبقاش فيه التحام ما بين الاغشيه البيضاء وجدار المبيض. تقدر تفصل البذره عن الثمره، تفصل البذره عن الثمره، تفصل البذره عن الثمره يا دكتور. طيب يقول لك هنا البذور اللا اندوسبرميه ذات الفلقتين ثمره، يمكن ان نفصل فيها البذره عن الثمره. صح كده؟ طيب ده اللا اندوسبرميه. طب البذور الاندوسبرميه ما هو في ذات فلقه واحده خلاص كده يا دكتور، اللي هي الحبوب زي الذره والقمح اللي بيحصل فيها التحام ما بين الاغشيه البيضاء فتصبح البذره هي الثمره. طب ما هي البذره كانت بويضه والثمره كانت مبيض، اذا البذره زي الذره، البذره هي ثمره واحده، يعني هي مبيض واحد، يعني هي بويضه واحده. خلاص كده يا دكتور؟ يعني انا لما اجيب لك رسمه بذره ذره مثلا كده، اقول لك عدد المبايض واحد، طب عدد البويضات واحده، طب عدد البذور واحدة، طب عدد الثمار واحدة. البذرة هي البويضة المخصبة، هي الثمرة، هي المبيض. ولذلك يا دكتور ده في الحبوب، في الحبوب يكون عدد البذور هو عدد الثمار. صح كده يا دكتور؟ لأول مرة. يعني لما تيجي مثلا تلاقي العنب مثلا هي ثمرة واحدة
وتلاقي فيها ايه 3 بذور. فعدد البذور غير عدد الثمار. امتى يكون عدد البذره هو عدد الثمره؟ اما البذره والثمره هي حاجه واحده، وده ما بيحصلش غير في احتمال واحد، الاندوسبرميه، فلقه واحده نتيجه التحام ذره قمح رز مثلا يا دكتور. يقول لك هنا مثلا اختار بقى الاجابه الصحيحه.